السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سيدي's كيتشن. أتمنى تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بوريك الأفران أو المخابز اللي بنشتريه من بره، وبجد بنحب طعمه جدا. حلو قوي في المدارس وحلو على الفطار أو في العشاء. تعالوا ازاي نشوف الوصفة ونشوف اللوحة الفنية دي هنعملها ازاي والمكونات، وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. احتجت في وصفتي النهاردة لكوباية من اللبن الدافي، وحطيته في البولة بتاعتي، وكمان عليه معلقة من الخميرة الفورية كبيرة، ومعلقتين سكر كبار، وهقلبها كويس جدا عشان تتجانس مع بعضها دقيقتين، وهنزل عليهم بكوباية زبادي بدرجة حرارة الغرفة. الزبادي هنا مهم جدا عشان هيخليها طرية جدا. وبعد كده هنقلب مرة تانية علشان كده أتأكد إن كل المكونات السايلة تجانست مع بعضها. وبعدين هضيف عليهم نص كيلو من الدقيق 500 جرام، وعليهم معلقة من اللبن البودر، وربع معلقة ملح صغيرة. هنقلب المكونات كلها كويس مع بعض. وبعد كده مرحلة العجن، هنحاول نعجن على قد ما نقدر. أنا هنا عجنت حوالي 7 دقايق كده لحد ما العجينة لمت معايا. والخطوة اللي بعد كده أخدت حوالي 3 معالق من السمنة أو 4 معالق صغيرة بالظبط، لأن المعالق كانت مليانة شوية. وكمان ضفت عليهم ربع كوباية من الزيت معادل 3 معالق كبار. وبعد كده حطيت عليهم معلقة كبيرة من صلصة الطماطم أو معجون الطماطم. تقدروا تستخدموا صلصة موجودة عندكم في البيت أو معمولة في البيت، بس هيكون استخدامك ليها 2 معلقة من الصلصة. وليه 2 معلقة من الصلصة مش معلقة واحدة زي الصلصة المعلبة؟ لأن الصلصة المعلبة بتبقى مركزة شوية، فعايزين نعادل المعادلة بتاعتنا. وبعد ما قلبتهم نزلت بيها على العجينة اللي موجودة عندي. وبعد كده نبدأ بقى في مرحلة العجن مرة تانية، وهنا هنعجن تقريبا 5 دقايق كمان عشان نتأكد ان كل المكونات اللي احنا عملناها في الخطوة التانية تجانست والعجينة اكلتها كويس جدا وتشربتها، وبدأ اللون يتغير، بدأت تبقى اورنج شوية زي ما بنشوفها في المخابز، وهو ده شكلها. طبعا في خطوة تقدروا تعملوها اختيارية، يعني ممكن الصلصة أو معجون الطماطم ده تحطوه مع السمنة والزيت زي ما أنا عملت، أو مع المكونات السايلة اللي هي اللبن أو الحليب في الأول. ولكن أنا حبيت إن أنا أعملها المرة دي كده علشان هنا بتديني نتيجة أفضل كتير. بعد كده غطيتها تقريبا نص ساعة لساعة إلا ربع على حسب درجة حرارة الجو عندك، واختمرت واديتها البوكس تمام. وبعد كده هنيجي بقى على سطح العمل، حطيت العجينة اللي موجودة، وبعد كده بدأت بقى قلبت واعجن فيها كده كتير. يعني حاولت ان انا على قد ما اقدر ان اخليها يكون ليها عرق كويس جدا. والدقيق المستخدم هنا دقيق لجميع الاستخدامات. حابة تستخدمي الدقيق بتاع المخبوزات ياريت، علشان العرق فيها يكون احسن، ومش هيخلينا نعجن كتير قوي زي اي دقيق عادي. بصوا انا عجنت كذا مرة ورليت كذا مرة العجينة، وده عشان تكون مطاطية وليها عرق وتقطع معايا كويس وتبدأ تشتغل. تقدروا تقطعوها بقى بالكوباية زي ما بعمل، وده كده حجم كبير للتقطيع إذا حابين. ولكن البوريك اللي بيبقى في المخابز بيكون تقطيعه صغير جدا، يعني هقولكوا على الحجم تقريبا كده قد الليمونة. بصوا أنا عملت ازاي الكرات كلها بحجم واحد زي الليمون بالظبط، وده حجمه في الأفران تقريبا 25 جرام الحجم بتاعه. واخترت طريقة التقطيع دي لأن بجد سهلة، مفيش أسهل منها. يعني عايزة أقولكوا دي أسرع طريقة لتشكيل الكرات تقدروا تعملوها. وبعد كده حضرت بقى شوية من الجبنة تقريبا 3 معالق جبنة براميلي. تقدري تستخدمي الجبنة اللي تريحك، بس أنا استخدمت الجبنة دي لأن ما فيهاش نسبة حليب كتير، فمش هتبوظ معايا العجينة. وبعد كده فردت كده الكرة اللي عندي وحطيت جواها قطعة من الجبنة، وبعدين عملتها كورة وعملتها صوابع بعد كده زي كفتة الرز كده، وقفلت الأطراف بتاعتها كويس جدا. ودي طريقة من الطرق علشان يكون شكلها شوية قريب من رموش الست لو تفتكروا، أو عيون الست.
وبعد كده فردت كرة كمان، وهبدأ بقى إن أنا أحط فيها جزء من الجبنة، يعني تقريبا ربع معلقة من الجبنة أو نص معلقة من الجبنة صغيرة، وهنقفل، ودي طريقة تانية زي القطايف. وبعد كده نرولها على الترابيزة أو سطح العمل، وبعد كده نحط برضو قطعة ونقفل على ايدينا زي القطايف ونلفها مرة تانية. تعالوا اخلص كل الكمية وارجع لكم تاني. وهي دي كمية البوريك اللي عندي، وفي شوية كمان في صينية، وهقول لكم دلوقتي هيبقى الكمية قد ايه. انا جبت بقى صاج او صينية موجودة ودهنتها شوية من الزيت، يعني مسحة من الزيت، تقدروا تستخدموا سمنة طبعا. وبعد كده رصيت البوريك فيها بالطريقة دي. وتعالوا بقى نجهز الدهان اللي على الوش اللي هيخليها بتلمع شوية. وهنا أنا حطيت صفار بيضة وعليهم 3 معالق كبار من الحليب، وكمان نقطتين من الفانيليا السايلة، معادل كيس من الفانيليا. وبعد كده بدأت أدهن الوش. بالمناسبة الناس اللي مش بتحب البيض تقدروا تستخدموا الحليب من غير البيض عادي جدا، ومع نقطة الفانيليا، أو كمان مش عايزين تحطوها عادي. ودهنت الوش، وهنا أنا لما دهنت الوش حطيت على 2 3 كده، وبعدين حطيت عليهم حبة البركة. وده لأني لو كنت دهنت كل البوريك بالحليب والصفار البيضة كانت العجينة هتتشربه، وما كانش حبة البركة هتلزق فيه كويس. وهنا خلاص أنا خلصت الكمية، وبالظبط بعد 3 دقايق أنا كنت مولعة الفرن على درجة حرارة 200، وفي نص الفرن حطيت البوريك لمدة ربع ساعة ونتابعه. وبعد كده أول ما طلع من الفرن هبدأ إن أنا أرش عليه شوية من المية بالبخاخ بتاع المخبوزات كده. وبعد كده هغطيه حوالي ربع ساعة لنص ساعة يا ريت، علشان يبدأ إن هو السطح بتاعه أو الوش بتاعه يكون طري، وهتلاقوا النتيجة هايلة لو عملتوا الخطوة دي. وتعالوا بقى نشوف البوريك بتاعي وصل لإيه. بجد رائع جدا، الشكل هايل، الريحة مش قادرة اوصف لكم جميلة قد ايه، وكمان هش ولذيذ. شايفين ازاي الوش طري جدا؟ بجد نتيجة واو، قطني هايل لدرجة مش طبيعية. بصوا ازاي كمان من جوه هش قوي، الجبنة حلوة، ما نزلتش اي سوائل زي ما قلت لكم. بجد شوفوا ازاي الطبقات الرولات، برغم ان احنا مرنلناش البوريك بتاعنا، ولكن قفلناه تقفيلة كده سهلة وبسيطة، لكن مفرغ من جوه وشكله هايل. لوحة فنية بمعنى الكلمة. مش قادرة اوصف لكم على ريحة البيت عاملة ازاي. ريحة المخبوزات في البيت رائعة، بعشقها اصلا. اتمنى يا رب النهاردة تكون وصفتي عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسابسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي بس أقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سيلي's كيتشن، وبالهنا والشفا. باي باي.